خلاص نادي الزمالك بقي بلا هوية، بلا هوية اقسم بالله. نادي الزمالك بيحط ايده في ايد بيراميدز ويهدد بس ايه، يا ريته تهديد، يا ريته تهديد ان هو يجيب كرامة نادي الزمالك وهيبة نادي الزمالك. لا 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 لا، ده حط ايده في ايد بيراميدز وقال ان انا هفوت الماتش البيراميدز. تخيل كده، اقسم بالله والله الكلام ده قلته لك من 10 ايام. الكلام ده قلته لك من 10 ايام. قلت لك نادي الزمالك في كلام ان هو هيفوت الماتش لبيراميدز، لكن طلع مصدر مسؤول من داخل نادي الزمالك امبارح وهدد رسميا، قال لو النادي الاهلي ما اتخصمش منه الستة بون، لو النادي الاهلي ما اتخصمش منه الستة بون يبقى انا هفوت الماتش لبيراميدز، وكده محدش ليه عندي حاجه. طيب هي دي الرجوله؟ هي دي الرجوله؟ هي دي هويه نادي الزمالك يا كابتن حسين لبيب ويا كابتن احمد سليمان؟ بقينا نفوت؟ فاكرين الماتشات اللي احنا كنا نلعبها تحت البيت، وكنا لما نتخانق مع فريق تاني نقول له هنفوت لك عشان خاطر ده؟ يعني شغل عيال صغيره. حقك تاخده بالقانون، حقك تروح تطالب بيه في الفيفا، تطالب بيه في اتحاد الكوره، تعمل تروح لجنه التظلمات. لكن تطلع انت كنادي الزمالك وهيبه نادي الزمالك تقول اصل انا هفوت الماتش البيراميدز؟ انت بقيت ايه ده؟ انت بقيت على البلاطه خالص. ده احنا بقينا على الله، بقينا على الله خلاص. نادي الزمالك بيجي ملهوش هويه، كل ده عشان شويه قرشين. نادي بيراميدز واعد بيهم مجلس اداره نادي الزمالك، وما احوج نادي الزمالك الى القرشين. واحد زملكاوي هيقول لي طب وانت ليه متضايق؟ وانت ليه متضايق؟ اقول لك هيبتك وكرامتك وحجم نادي الزمالك ما يسمحش ان انت تفوت. ما يسمحش يا حبيبي، ما يسمحش. هو مش عند في النادي الاهلي وخلاص، لا، الحكايه مش عند، حكايه كرامه نادي الزمالك وبس. انا ما بقاش منصاع عشان خاطر الفلوس، ما بقاش كده. وميدو خلاص طار وراه من نادي الزمالك. ميدو اللي كان جروس، كان لحد ما ماشي مع نادي الزمالك كويس، طار ورا جروس عشان يثبت ان هو فاشل. هو اصلا فاشل، هو بس حب يعمل بندق قدام الجماهير. خلاص حسين لبيب طار وراه بعد ما خربت مالطا، وبعد ما طلعنا من كاس الكونفدراليه المحبب لدينا. ميدو خلاص ما بقيش ليه صلاحيات في نادي الزمالك، ما بقيتش ليه صلاحيات زي الاول. وفي انقسام ان هم يمشوه خالص من لجنه التخطيط. لكن بعد ايه ما انا طلعت وقلت لك ده ما ينفعش، وده اصلا جرثومه، وده اصلا ما بيفهمش، وده اصلا اي حاجه يخبط في النادي الاهلي عشان يجيب مشاهدات والكلام ده. طلعت انت هاجمتني وقلت لي اسكت وقلت لي ما تتكلمش. ادي ميدو خارج نادي الزمالك، بس بعد ما جاب نادي الزمالك لمس اكتاف. خلي عندنا كرامه وما نحطش ايدنا في ايد بيراميدز. حقنا ناخده بالقانون، حقنا ناخده باي حاجه غير التواطؤ وغير ان احنا ندفن راسنا في الرمل. سلام عليكم.